دعوني أناجي مولا جليلا ሌላው እንግዲህ ለዱዓ استجابة كم يردوا النطبوت وست نعلن الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة قرط ما درك دعاء لي الله سبحانه وتعالى عندما يدرج له عندما يقبل ارجت أن يعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الله لمنت إن أنت الله عندما يدرج الله شو أمنتني هناك يقين بلا شو ارجت أن يهوناك وهو الذي وعدك فكيف لا يستجب لك إلى العلماء الله قال قبت لندي تعدرج الله ارجت أن يهون وقال ربكم ادعوني لمنوني أستجب لكم أرج الله شو هلو ياله እንዴት አደርግልህም ለምነው ይላሉ ثانيا ሁለተኛ ዱዓችንን ተቀባይነት ከሚሰጠውስ الالحاح ደጋግሞ መለመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድን ጉዳይ አሁን ጠይቀው ኋላ ነገ ወዲያ ሁሌም መደጋገም ይህ ዱዓ እንዲቀበል በር ይከፍትልሃል ورد في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يدرجت ينبرون عبد الله بن مسعود سيستلف ونلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا نبي دعاء سيارب صوستين ما يربط عندهم دعاء وإذا سأل ثلاثا سيتأيكم صوستين ميتأيكوا ينبر إلال رواه مسلم نبي صلى الله عليه وسلم الحديث لمن يلال إن الله يحب الملحين بالدعاء الله أكو دعاء أذكره دقاقمو ما يدرجوا سوتش يودات شوال ደጋግሞ የሚጠይቁትን ሰዎችን አላህ ይወዳቸዋል يحبul mulhin የሰው ልጅ ዛሬ ብር ብትጠይቀው ፈገግ ብሎ ይሰጣል ወዳጅ ከሆነ ነገ ብትደበት ፊቱን ጠቆር ያደርጋል በሶስተኛው የለም በሉ ነው የሚለው የሰው ልጅ ሲነዘንዙት አይወድም ለዛ ነው ገጣሚው لا تسألن بني آدم حاجة የሰው ልጅ حاجهን አትጠይቀው وسل الذي أبوابه لا تحجب بروا ما يزقون الله انتيكو الله يغضب إن تركت سؤاله الله ملمن كاكم كقتال الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بالواد دعاء ما يكون بسون الله يقتل بتهل وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يا آدم ليش دقمو بتأم ستنزل ميقتل سبحان الله ተቃራኒ ነው አላህ በጣም ካለምን ከሆነ የሚቆጣ ያደም ልጅ በጣም ስትጨቀጭቀው ነው የሚቆጣው ለዛ ነው በሌላ ሐዲስ ለነብዩ ምን ይላሉ انه من لم يسأل الله يغضب عليه انه እሱ አላህን ዱዓ የማያደርግ ሰው አላህ ይቆጣበታል አላህ ኢልሃህ አትኩረው ሁሌም እሱን የሚጠይቁትን ሰዎችን ይወዳቸዋል ሁሌም ዱዓ ላይ ተበራታ ኢልሃህ በተደጋጋሚ ያደርግ الله دعاء يقبلوال ولهذا يقول العلماء وش من يقولوا إذا سألت الله ستيك كن مثل الصبي انه سألج هون إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكنه يبكي عند سألج أبات الناتون يهون نقر فلقوا قزولين يلال انبي كالو تالك سألي قزولت እናትና አባት ቆይተው ይገዙለታል ልክ እንደዚህ ሆነ አላህን ስትጠይቀው ካላረግል አሁንም በሩ ቁጭ ብለህ አልቅስ የሰማይን በር ቆርቁር ያ ረብ ሁሌ ማልቀስበት አላህ ያደርግልሃል እናት አባት ለልጅ ያዘኑ አይደል አላህ ለባሮቹ ደግሞ ከዛም በላይ ነው ኢንሻአላህ ኢልሃህ በጣም ይወደጃል جاء في حديث ابي الدرداء قال ابو الدرداء واستلال في الحديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ ጀዱ في الدعاء دعاء لي تبرعتوا بدم بادرغو فانه من يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح له انه السو የሰማይን በር የሚያንኳኳ ሳይከፈትለት አይቀርም بدعاء لي تبرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لنقول اللهم بلن لمنوا وقفنا ببابك يا ذا الملك وقفنا ببابك والملك لك ما خاب يا رب من أملك أنت نقوس أنت خالق أنت جيتا بر ليكم منان أنت انتصف هذا الرجاء تسفى بيسايهونم انبلو الله سبحانه وتعالى دعاء لي بتدقاقاي ما درق دعاتنا على تنتقبينة دينورو يدرقال إمام البخاري إمام البخاري النات سكين الملكت إمام البخاري تقوت الله شو تلاق عالم كقرآن بوهالاي إسلمنا تقكلين يوم منج أصح الكتاب بعد الكتاب البخاري بخارينا إهم بخاري يبالون حديث كتاب يزقبوا يزعفوت تلاق عالم بالجنة عشو አይናቸው ታሞ ነበር እናቲቱ እንዴት ለልጇ ዱዓ እንዳደረገች ተመልከቱ فقد روي انه اصيب في عينيه
وهو صغير هزال جيالو إمام البخاري عيناتشو تاورا فحزنت أمه لذلك حزنا شديدا الناتو بزي تنزى كباد تكازي وررات ولجأت إلى ربها بالدعاء والحات ود الله دعاء درجج الله بترجع قامي لمنتشو يلجوان برهان دي ملسلت فرأت في المنام خليل إبراهيم عليه السلام إبراهيم بمنام يتشو بخلما إبراهيم نبي الله إبراهيم متنا نقرات يقول لها من علوت يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك الله سبحانه وتعالى يلجش برهان ملسو لشال دعاء كما بزات الشيطان السا سبحان الله وأصبح وقد رد الله عليه نور عينيه سيانقى إمام البخاري أيناتشو تكفتو يتملكت نبر دعاء لي تكرة مستد الله عندك أبلا برك بلنال ليلة وسستن يونت الخشوع أثناء الدعاء دعاء لي متنانس الله مفرد دعاء لي مفرات يسفل لقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا حديث نبي قال إن الله لا يستجب من قلب غافل الله يزنق لب ميادرقون ترى يكبلو أنت الله نيان ناقر تلاقون فطاري يان ناقر لبقن سوقنا يهين دعاء الله يكبلو مولو تكرت ستألتان ناقر يكبل الله سبحانه وتعالى يقول ابن عمر عبد الله بن عمر من إلالو أنا أعلم متى يستجاب دعائي أني كو الله متى دعاء عندما يقبل لي أقعلوا تتلاقوا يشلالو قال فقالوا له كيف تعلم عندك للتاكة قالوا الصحابة قال إذا خشع قلبي الله انكفر واهتزت جوارحي أكالي كترقفقف ودمعت عيني كان بو وأقول هذه ساعة الإجابة الله دعائنا مكبل بساعتنا فأبالغ في الدعاء دعاء ما تركها بزالو برك له الله بتلقى كامل منه الله فرتا تجنك متارقو دعاء أي ملسم الخشوع أثناء الدعاء دعاء للبدن سبسبة تجنك يالك اسكما درق يقول إمام أحمد إمام أهل السنة إمام محمد من إلالو أتدرون من الذي يستجاب دعاؤه ታቃላችሁ እንዴ ማንን እንደሆነ አላህ ዱዓው የሚቀበለው قالوا ማንን ነው የሚቀበለው አሉ ደረሶቻቸው قال تدرون رجلا في قلب البحر ወንዝ ውቅያኖስ መሃል ላይ ያለን ሰው ታቃላችሁ እንዴ قد تكسرت به السفينة مركቡ ተሰብራበታለች فتعلق بخشبة በአንዲት እንጨት ተንጠልጥሎ ነው ያለው እንዴ ሰምጥ سيموت والبحر هائج والأمواج من كل مكان كهلو ما قطعت نفاسي نفسال ما أبلو لأسمتو يترال سليموت نو عندي تنجت يزو تنتلتلو كمال يصرخ ويقول يا ليتوهال يا ربي يا رب جيت هادنين يالو كانوا سليوتو نو إذا دعوتم كذلك الرجل يستجاب دعاءكم سبحان الله إن دزيليج تجنكاتشو كارغاتشو دعاتشو هاي ملسم السبوت وكانوا سلي سمتنو مركبو تسبرابت بهونة انشت تنطلاطلو ነው ያለው ሊሰምጥ ነው የአላህን እርዳታ ይፈልጋል ያ ረብ ያለ ነው እንዲ ተጨንቃችሁ ሐጃልህ አትኩረ ተጨንቀህ አድርግ ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልሰው ኢንሻአላህ ሌላው ክፍል እንግዲህ الساعة التي يستجاب فيها للعبد الله Subhanahu Wa Ta'ala ከእዝነቱ የተነሳ ዱዓን የሚቀበልበት ጸሎትን የሚቀበልበት የጊዜ ገደብ አላደረገም ولكن جعل الأوقات التي يتجلى فيها رحمته أكثر ነገር ግን የሱ እዝነት ችሮታ የሚከፈትበት ጥሩ ሰዓቶች አሉ በእነዚህ ሰዓቶች አውቀን ዱዓ ማድረግ አለበት አላህ እንዴት ለምነው የሚፈልግበት ሰዓት አለ እነዚህን እናያለን አንደኛ أولا في جوف الليل ودبور صلوات المكتوبة ከሌሊቱ ክፍል በተለይ ወደ መጨረሻው አንድ ሶስተኛ ሲቀር አሁን ባለ የሱብሂ ሶላት ሂሳብ 9 ሰዓት ጀምራ ተነስተ መታደርገው ዱዓ አይመለስም فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ተጠየቁ አዩ ዱዓ اسمع ያ አላህ መልእክተኛ የቱ ጸሎት ነው ዱዓ ነው ይበለጥ አላህ ዘንድ የሚሰማው قال جوف الليل الاخير ከሌሊቱ የመጨረሻው ክፍል ነው وطبور صلوات المكتوبة ደግሞም فرد كون صلاتش بحالة የሚደረገው ዱዓ
እነዚህ አላህ ዘንድ የበለጡ ተደማጭ ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጀውፉ ለይል ከሌሊት ክፍል መነሳትና ዱዓ ማድረግ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى ለሱ ልቅና በሚገባ መልኩ ወደ ሰማይ ዱንያ ለሊት አንድ ሶስተኛ ሲቀን ይወርዳል። እንዴት አላህ ነው የሚያውቀው ራሱ። ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثلث الليل الآخر فيقول يعني يتطرى الود فطرانو من يدعوني فأستجيب له ما أنه ملمني إما درقلت ومن يسألوني فأعطيه ما أنه يطيقني إما ستو ومن يستغفروني فأغفر له ما أنه مهرن يميلين مهرتان ملك سويلال. رواه البخاري ومسلم. ليلت تنستن دعاء مدرك أي ملسم يلليت طور عند ጥጋበኛ ባለስልጣን የደረሰበትን ውድቀትን መልከት። አንዲት ሴትን ንብረቷን ገንዘቧን ወሰደባት። መጣችና ገንዘቤን ስጠኝ እንጂ ብትለው አዋርዶ ላካት። አረስተኝ ሊሰጣት ፈቃደኛ አይደለም። እንግዳ ዱዓ አረግብሃለሁ አለችው። አይ አደራሽን ከሌሊቱ አንድ ሶስተኛ እንግዳ ተበራች አላት። ያሾፈ ነው እሱ። እቺ ሴት ተነሳችና ሌሊት ወደ አላህ ማልቀስ ጀመረች። የተበደለ ሰው ዱዓ አይመለስም። ይህ ሰው ከጥቂት አመታት በኋላ ከጥቂት ወራት በኋላ ተዋርዶ ከስልጣኑ ተባሮ ዱንያው የት እንደገባ ሳይታወቅ ለማኝ ሆኖ መንገድ ላይ ስታልፋየችው አንተ ነህ እንዴ? አዎ እንግዳማ የመከርከኛች ሰዓት ጠቅማኛለች አለችው። ተዋርዶ ለማኝ ሆኖ ቀረ ሰው። የሌሊት ዱዓ አይመለስም። ለዛ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ? አተህዘኡ ቢዱዓኢ ወተዝደሪሂ ወማ ተድሪ ቢማ ሰነዐ الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن له أمد وللأمد انقضاء. አንተ በዱዓ ነው እንደምታሾፈው። የሌሊት ጦር እኮ ከተወረወረ አይስትም። ጊዜ ገደብ ይኖራል። ያ ጊዜ ደግሞ ተፈጻሚ ይሆናል። ዱዓ በሌሊት አይመለስም ኢንሻአላህ። ثانيا ሁለተኛው بين الأذان والإقامة ሶላት አዛን ተብሎ ሶላት እስኪቆም ድረስ ያለው ሰዓት ዱዓ አይመለስም። እጃችንን እናንሳ። ለቀውሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ? الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا አሉ። ዱዓ ከአዛንና ከኢቃም በፊት ያለው ሰዓት አይመለስም። አላህን ተማጸኑት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይመለስም። መስጂድ ገባን ሱና እንደሰገድን እጃችንን እናንሳ። ኢንሻአላህ የአላህ በር ክፍት ነው። ሌላው ሶስተኛው የውሙል ጁምዓ እንግዲህ ከሰዓቶች ውስጥ የውሙል ጁምዓ የጁምዓ ቀን ደግሞ ዱዓ አይመለስም ኢንሻአላህ። إن في الجمعة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له. يوم الجمعة عندي ساعة አለች አሉ ጁምዓ ቀን። በዚህ ሰዓት አንድ ባሪያ አላህን አይማጸነውም በዚህ ሰዓት አላህ ያለው ቢሆን እንጂ። እቺ ሰዓት የቷናት? ሙሉ ቀን ዱዓ እናድርግ። አንዳንድ ዑለማዎች ከዐስር በኋላ ነው ይላሉ፣ ኹጥባ ላይ ነው ይላሉ። ብቻ ጁምዓ ቀን ሙሉ ማድረግ የተወደደ ነው፣ በተለይ ከዐስር በኋላ ያለው። ረቢዓን አራተኛ عند نزول الغيث ዝናብ ሲወርድ ዱዓ ከተደረገ የአላህ ረሕመት እየወረደ ስለሆነ استجابة ክፍት ነው ኢንሻአላህ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ እثنتان ما ترداني ሁለቱ ዱዓዎች አይመለሱም። الدعاء عند النداء ጥሪ ሲደረግና وتحت المطر ዝናብ ሲደርግ የሚደረግ ዱዓ አይመለስም። ዝናብ እየወረደ የምታደርገው ዱዓ حديث حسنه شيخنا الباني رحمه الله. خامسا አምስተኛው في السجود سجود ላይ መሬት የተከበረውን ግንባርህን መሬት ላይ ለአላህ ደፍተህ የምታረገው ዱዓ አይመለስም። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ? ሶላዋት ያወረዳችሁ ነው صلى الله عليه وسلم من ይላሉ? اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد አንድ ባሪያ እኮ ለአላህ በጣም ቅርብ የሚሆነው ስጁድ ላይ ሲደፋ ነው፣ በተከበረው ግንባሩ አፈር ላይ ሲላተም ነው። فاكثروا الدعاء دعاء نابዙ ይህን ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። رواه مسلم ወቅቶች ብዙ ናቸው። ባጭሩ عند شرب ماء زمزم يزمزم حاسب تتا ይሄ ዱዓ አይመለስም። ማኡ ዘምዘም ሊማ ሹሪበ ለህ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘምዘሙሃ ለተጠጣበት ነገር ይውላል። ያንን እየጠጣ ያደረከው ዱዓ አይመለስም። የውም አረፋ የአረፋ ቀን የሚደረግ ዱዓ ለይለቱል ቀድር ረመዳን ላይ ያለችው ሌሊት شهر رمضان በረመዳን ወር عند الافطار ስታፈጥር ጾመሁ ለ ረቡ ስታፈጥር በተሰበረው ልብ በረሃብ ጎን የምታረገው ጸሎት አይመለስም። عند الكعبة
كعبة لطواف يدرك عند الطواف وعند ختم القرآن قرآن دا ختمك ميدرك دعاء في السفر من قدوت رهاب صحي ينقلات متدرجو دعاء يهم أي ملس ميلالو نبي صلى الله عليه وسلم سلزي بنزي ساعتوش يبلت من برحتة تلبن أمستنيو كفل دقمو لماذا لا يستجب الله دعاءنا الله እንደዚህ ቃል ገብቶልን ዱዓ እናደርጋለን ለምንድን ነው ዱዓችን ተቀባይነት ያጣ እንመለከታለን አንደኛው ዱዓችን ከተቀባይነት የተከለከለ الاستعجال في الدعاء ዱዓ ላይ መቻኮል ቶሎ እንዲሆንለት ሰውየው መፈለግ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل ለአንዳችሁ አላህ ዱዓውን ይቀበለው እስካልቸኮለ ድረስ وفي رواية لمسلم بليلة زجبا صحيح مسلم اللي بتزجبوا طيقواتشو قيل يا رسول الله ما الاستعجال سيتشاكل مالتنا مالتشو قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء من إلال الله لما نكت على درج اللي يالا تسفى يقرطال يبساجل دعاء توال اللهم كما قبل كلكلوال ما تشاكل لن الله عليم حكيم أواكينه لانت متش بيارجلك تقولون سواكل زنبله طبق الح في الدعاء بتكره تدرك دعاء ولتنيو عدم الخشوع في الدعاء على مفرات دعاء علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا اوقوا ان الله لا يستجب دعاء من قلب غافل الله الله كو كزنقا لب ميدرك دعاء اي قبلم انت مسجد دعاء يدرك لبس وقلين دعاء يقبل أذكره ملمن الله سبحانه وتعالى يتبقى بحل دعاء كم يعقدون هلتنيو سوستنيو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملكام كما عزز كما تفوسوچن كما كلكل مراق دعوة كما درق مششت يه دعاءچن تقبينت እንዳያገኝ ከሚያግደን دعوة لمقرب አለበት ለትውልድ እስላምን ማስተላለፍ አለበት عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من آله حذيفة بالسلالة حديث لي قال والذي نفسي بيده نفسي بجبونة الله أمل الله هلو لتأمرن بالمعروف بملكام تازندون إزازو ولتنهون عن المنكر بمدفهم لتكلكلونه أو ليشكن الله يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سبحان الله بملكام ززو كمدفوم كلكلو على الله مدفوم بلا بنانت ليلكال دعاء تارقالاتشو تكباينة تاقنيوم رواه الترمذي وقال حديث حسن ليلو دعاء كمي كلكلن كاستجابة وستلقوا هلاتشن يتفتن نبت أكل الحرام حرام من مقب الله يالفك أدون حرامي هنا مدفون مقب من مقب ولد مبلات ሰርቆ አጭበርብሮ መብላት በውሸት ምሎ መመገብ እነዚህ ሁላ ግቦ መብላት ይሄን ያደረክ መታደርገው ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበልሁም روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بسال الفوت عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله ጥሩነው ጥሩ እንጂ አይቀበልም ጥሩ ነገር ነው ደስ የሚወጣው በሐራም የተለወሰን ዱዓ አላህ አይቀበለውም وان الله الله እኮ امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله እኮ ምእመናንን አዟል ሩሱሎችን ቀደም ትላልቅ ነብዮችን ባዘዘበት ትእዛዝ وقال ምን ሲል ነው ያዘዛቸው يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل إن أنت الله ملك تنيوج كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ملكا من نقر طرم بلو حلالي هنا تمقبوا ملكان مسرون على جو إن بما تعملون عليم من بمثلوا نجر أواكنينا وقال عز وجل ليلام لي الله مناله يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتكم من عنوي كلوا من طيبات ما رزقناكم كستناتكم طرون تمقبوا حلال تمقبوا إلى الله سبحانه وتعالى كذا من نبي الحديث تنعقرنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر كذا النبي صلى الله عليه وسلم عندن سو تكسو رجم سفر ما بزاي سو أشعث أغبر
ጸጉሮቹ ተጨረረዋል ያሳዝናል ተመልከቱት አግበር ትቢያ ለብሷል እጁና እግሩ አቧራ ለብሷል የሙዱ የደይህ ለሰማ እጆቹን ወደ ሰማይ አንስቷል ያ ረብ ጌታዬ ያ አላህ ያለ ይጣራል ነብዩ ምን አሉ ወመጥሐሙ ሐራም የሚመገበው ሐራም ነው ወመሽረቡ ሐራም የሚጠጣው ከሐራም ነው ወغذي بالحرام አካሉ ደግሞ የበቀለው ነበተ من حرام ከሐራም ነው የተገነባው فأنا يستجاب له እንዴት ብሎ አላህ ይቀበለው ታዲያ ሐራም በሐራም አላህ እንዴት ብሎ ይቀበለው ከዚህ ላይ ዑለማዎች ሙዓሲር الكبار የሚያወጡት استنباطال ይህ ሰው ይላሉ ሰፈር ላይ ነው ያሏል ሰፈር ቀደም እንደተጠቀስነው አላህ ዱዓ ከሚቀበልባቸው ወቅቶች ውስጥ ነው ምናልባት ሰፈር የወጣው ለንግድ ይሆናል ምስኪን ልጆቹን ለመመገብ አሊያም طلبة العلم علم ፍለጋ ይሆናል አሊያም ለሐጅ ለዑምራ ሄዶ ሊሆን ይችላል ብቻ ሰፈር ላይ ነው የሰው ዱዓ ያደረገ ነው ሁለተኛ አሽዓሱ አክበር ሁኔታው በጣም የሚያሳዝን ነው ጸጉሩ ተንጨውሮ ጸጉሩ ተሳስሮ ትቢያ አቧራ ለብሶ ያሳዝናል ይህ ሰው ሶስተኛ يرفع يديه للسماء رفع اليد من آداب الدعاء لنا እጁን አንስቷል ያ ረቢ ያለ ኢልሃህ ያደርጋል ይደጋግማል ይቀድም የተከስነው አላህ ዱዓን ለመቀበል ካስቀመጣቸው መስፈር ቀድመ ሁኔታዎች ነው وما تكرار الدعاء والالحاح وهذا كله من مرشحات الاستجابه እንግዲህ ዱዓ እንዲቀበለን አላህ በር ከሚከፍተው ነው ነገር ግን አላህ ሊቀበለው አልቻለም فأنا يستجاب له بحرام يبقى لسونة يزوال والله كحرام النراق حرام ممجب كحرام ولد مبلات كبو مبلات مسرك ما بربر دعان كما قد وجه ليلة قطعت انكوا باينور يوم بآخرة يبقى أنا بركة قطعت بكل أنت تشنقو يتشنكون دعاء بتارج الله يسمع حرام لها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كحرام نيبكلو لبس حرام كوت حرام كله حرام كحرام النراق والله الله يصف لنا رزق أن مجبم الله يصف لنا رزق أنا بتاعينه يعتبر بركة ورزق صبر بتاعك نور الله سبحانه وتعالى بحلال من قد يعمل الله نبر عندي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مسجد سيجابو يهون النزال لج تروتنا جمالاتهم مسجد برلي زولاتهم ديكوي عززت يسوي لقوامون يازنا قومو يطبق يال الشيطان متو سوسو ወስደን ማትሸጥ ይሄ ልጓም 2 ብር ነው የሚሸጣለው አሁን ይቆም ከመጠብቅ አለና ፈቶ ወስዶ ይሄ ልጅ መርካቶ 2 ብር ይሸጣል ሰይድና አሊ ምን ይላሉ እኔ ከመስጂድ ውስጥ ስወጣ ያሰብኩ ነበር ይሄ አላህ ባሪያ ከአላህ በር ላይ አቆመው ባይሆን ስወጣ የሻይ 2 ብር ልስጠው ይያልኩ እወጣለሁ ስወጣ ግመሌን በር ላይ ጥሏት ሄዷል ከዛም አንድ ሰው ጠራው እስኪ ገበያ ሊሸጠው ይሆናል ተከተለው አልኩት ሲከተለው እቺን ልጓም ወስዶ 2 ብር ሽጧታል سبحان الله على سيدنا علي الله بحلال يمطالتن ምግብ በሐራም ሄዶ ወሰደዋል አንተ والله አይምሰለን ሙእሚኖች እንዳንታለን ወለድ መብላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጻፈል ሪዝቁች የትም አትበላ አላህ ጽፎት ከሆነ ይመጣልሃል ስለዚህ በሐራም ሄዶ ያገኘው ብር ብትሶብር ኖሮ በሐላል ይመጣልህ ነበር ምኑ ነው የሚተርፈ የውመል ቂያማ ቅጣት الدنيا ላይ ከዱዓ መታገድ الله يقبلهم ስትጮህ ብትል يوم القيامه ደግሞ ከባድ ቅጣት አለ كل جسد نبت من صحت فالنار اولى به كحرام يبقل ስጋ አካል ይዞ የመጣው يوم القيامه جهنم ነው መግቢያው ይላሉ ይሄ ከሐራም ለበቀለ ስጋ የጀነት ኢንቫይሮንመንት አየር አይስማማው جهنم ነው የሚስማማው እዛ ውስጥ ይገባል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ምግባችን ሐላል መሆን አለበት አላህ ዱዓችን እንዳይመልሰው ولذلك لما سأل سعد بن ابي وقاص ነብዩን ጠይቃቸው የአላህ መልእክተኛ ادعو الله لي ان يجعلني مستجابة الدعوة الله ዱዓዬን የማይመልሰኝ ሰው አድርጉ አለ ዱዓ አርጉልኝ እንዲህ ብላችሁ አላቸው ለነብዩ فقال النبي من اطعم مطعمك يا سعد ምግብህን ከሐላል አድርግ تكون مستجابة الدعوة الله ዱዓቸውን ከማይመልሱት ትሆናለህ سعد بن ابي وقاص ወዳጆችን እንገናኝ የሚለው ፕሮግራም ላይ ተነዋል ዱዓው አይመለስም ነበር ለምን ምግቡ ሐላል ተጣን እንጠንቀቅ ወንድሞች ከማጭበርበር ከማታለል ከመስረቅ ግቦ ከመብላት ሪባ ከመብላት እንጠበቅ ዱዓችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለን ዘንድ ሌላው ዱዓችንን
الله እንዳይቀበልን ከሚያደርጉ ውስጥ الاعتداء في الدعاء በዱዓ ላይ ደንበር ማለፍ በዱዓ ላይ ከአላህ ጋር ሌላን አካል ማሻረክ ማጋራት ولهذا يقول الله تعالى الله قرآن من إلال ولا تدعو مع الله إلها آخر كالله قا أبره ليلان أكار التطرى لا إله إلا هو كالسوج كل أملاك يلمنا إلى سورة القصص لي بل إلى أنكس الله من إلال ولا تدعو مع الله إلها آخر كالله قا ليلان أكال أبره التطرى فتكون من المعذبين أنت كمك تطونا لهنا أو نملكت በዱዓ ላይ በአላህ ላይ የሚያጋራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ትላልቅ ሷሊህ ደጋግ ወልዮች አርፈዋል نحسبهم كذلك والله حاسبهم በጣም የሚያሳዝነው ግን ባሁን በአገራችን ያሉ ትላልቅ የወሊ መቃብሮች ብትሄድ የቀብር አፈራቸው ተቦርቦሮ መቃብሩ ሊፈርስ ምንም አልቀረው ትላልቅ የታወቁ ሷሊህ ሰዎች ቀብር ላይ ብትሄድ የሚታረደው በግ የሚፈርሰው ይሄ ፈርሱ ቆሻሻው ስጋው ይሄን ለመብላት የሚመጣው ውሻ ለሊት ሲራወጥበት በቀብራቸው ላይ ያድራል ይሄን የት ነው የተማርነው ወልዮችን እንወዳለን እናከብራቸዋለን የነሱ ፈለግ እንከተላለን ታሪካቸውን ይሄውን ሳወሰው እንደቆየን እንተርካለን ገድላቸውን የነሱ ፈለግ እንከተላለን ነገር ግን ከአላህ ጋር አብረን አናጋራቸው በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ አንዲት እናት ምን አለችኝ ልጄ ለብዙ ጊዜ አሜሪካ ገባና አልክልኝ አለ ከዛም አንድ ቀብር ላይ አንድ ትልቅ ወልይ ሄድኩና እባካችሁ ስጡ ብያልኳቸው ወዲያውኑ ፈረጃ መጣልኝ አለች ይህ ሽርክ ነው በተለይ እናቶች ወጣቱ እንኳን ትቷል በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ ወልዮችን እንወዳለን እናከብራቸዋለን በሐያት ካሉ ዱዓ አርጉልን እንላቸዋለን ከሞቱ በኋላ ግን አላህ ይርሐማቸው ነው እንል ቀብራቸውን ስነድ ለማስተንተን እንጂ ለዱዓ አይደለም ይሄኔ መሰለ ትልቅ የአላህ ባሪያ ስንት ሺህ ደረሰ ያቀራ አፈር ውስጥ ገባ እንዴ ያ አላህ እነሱንም ማራቸው እኛንም በጀነት እሱ በኸይር ሰብስበን ለማለት ብቻ ነው ትከደው ኢንሻአላህ ነገር ግን ደግ ሰው ሷሊህ ሰው በአካል ካለ ዱዓ አድርግልኝ ብትለው የተወደደ ነው እነሱ አቅረብ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ دعوة الصالحين يملسم دق سوا قنت الله نمي فراسو تقي وانا سو دعاء بهرق الله يملسم اسكي عند تلك صالح سو دعاء لسو هذا رقو الله دي تدا تقبلاتشو تكسلاتشو سماتشو عبد الله ابن مبارك يبالال تلك يا الله باريناتشو 700 شي نبي حديث حفظوال سبحان الله 700 شي 7 شهر لم 7 شهر 700 شي سبحان الله يتلك يا الله بارع 40 ጊዜ ሐጅ አድርገዋል ይላሉ ሙአሪኾች 40 ጊዜ ሲሄዱ 2 ወር ነው ጉዞ ደረሳ ሰብስበው የደረሳውን ወጭ እሳቸው ነው የሚሸፍኑ ሀብታም ናቸው ደግሞ ዓሊም ሀብታም ተቀይ አላህ የፈለገው ጸጋውን ይለግሳል ለዛሙ ላይ የመገቡ ነው የሚወስዳቸው ቂራአት ያቀሩ ይወስዳቸዋል ሐጅ ሲሄዱ 2 ወር ሲመለሱ 2 ወር ወዱሃ ሸህረይን ወረዋሁሃ ሸህረይን እንዲህ ያደረጉ 40 ሐጅ ጀዋል ሱብሃንአላህ ይህ ትልቅ የአላህ ባሪያ عند سو تممنا دعاء طيقاتشو قال عباس بن مصعب حدثنا بعض أصحابنا قال سمعت أبا وهب يقول أبا وهب إهن تارك دي بلو استلالفو مر ابن المبارك برجل وقال له عندي هي تلك يا الله بارع بعند صوت قس يالفو من قالوا هي سو أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري سويو أين عمان أين ورنو الله عندي كفت الله تفلقه عبد الله بن مبارك بقولن እንዳለፈ አወቀ ያዛቸውና አንተ አብዱላህ ብን ሙባረክ ዱዓ አድርግልኝ አላህ አይኔን ቢከፍትልኝ አሉት ፈዳዓለ እጁን አነሳና አብዱላህ ብን ሙባረክ ዱዓ አደረገ فرد الله عليه بصره وانا انظر الى ابن وهب እኔ እየተመለከትኩ ዱዓ አድርጎ አይኑን አላህ ፊቴ ላይ ከፈተለት ይላል የደጋግ ሰዎች ዱዓ ይመልስም በሐያት ካሉ ያድርጉልህ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ታላቁ عالم زاهد إبراهيم بن الأدهم وروي أن إبراهيم بن الأدهم كان مع قوم في السفينة في البحر إبراهيم بن الأدهم عندي يهون مركب لي بونز لي كصوت شقع تسبسبو سيهدو فهبت الريح وهجت الأمواج فبكى الناس ودجوا ما أبل متأنى يتشم مركب عنا وطعت
እሳቸው ተኝተዋል አጋጣሚ ህዝቡ ተጨነቀ ሰመጠን አለ ማልቀስ መጮህ ጀመሩ فقيل لي ابي معيوب ለሚባለው ሰው هذا ابراهيم ابن الادهم لو سالته ان يدعو الله لنا አንተ እስኪ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃምን ቀስቅሰውና ዱዓ ያድርግልን አላህ የማዕበል ያቆምልን فاذا هو نائم في ناحيه السفينه ملفف الراس سبحان الله ፊታቸውን ጠምጥመው በመርከቧ ዳርቻ ተኝተው ነበር አልሰሙም ይሄን ክስተት فدنا منه وقال ተጠጋና ምን አለው يا ابا اسحاق አንተ ኢስሐቅ አባት ሆይ አላቸው ለኢብራሂም ኢብኑ አድሃም اما ترى ما في الناس وما هم فيه ሰዎች ያሉበትን ተጨባጭ አታይም ብን ሰምጠነው እኮ ورفع كفه الى السماء ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ቆሙና እጃቸውን ወደ አላህ ነሱ وقال ብሏል اللهم قد اريتنا قدرتك الله هيلهنا صيتهنا فارينا عفوك ورحمتك اذنتهنا مهرتهنا صينا سبحان الله قال فهدت السفينه مركب ورجعت الله اكبر ደጋግ ሰዎች የሚያደርጉት ዱዓ እርግጥ አይመለስም በሐያት ካሉ ትላልቅ ሸኾችን خدመ እነሱን ተንከባክበ ዱዓ ያድርጉልህ ዱዓቸው አይመለስም ከሞቱ በኋላ ቀብራቸው ላይ መቆፈር ቀብራቸው ላይ መነዘር ቀብራቸው ላይ ማረድ ሽርክ ነው ምናልባት ሰውየውን ከእስልምና ሙሉ ለሙሉ ሊያስወጣው ይችላል እናቶች አባቶች አላህን እንፍራ ኢንሻአላህ ይህ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አንዴ በስራ ወደሚባል አገር ሲሄዱ ሰዎች ተሰበሰቡና ጠየቋቸው ያ ኢብራሂም አላቸው አንተ ኢብራሂም ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ادعوني استجب لكم ጥሩኝ ቀበላችኋለሁ ይላል وما لنا منذ دهر ندعوه فلا يستجاب لنا አመታት ኮነን አላህን ሁሌ እንጠይቃለን ግን አላህ استجاب አላደረገልንም ሚስጥሩ ምንድነው አሏቸው ለዚህ ትልቅ ዓሊም فقال يا اهل بصره እናንተ በስራ ህዝቦች ሆይ ማተት قلوبكم في عده اشياء فكيف يستجاب لكم ቀልባችሁ እኮ በአስር ነገር ሞቶ ነው እንዴት ብሎ አላህ ይቀበላችሁ አንደኛ አለ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه አላህን አወቃችሁ حقን ግን አላደረሳችሁም ثانيا وقرأتم القرآن فلم تعملوا به ቁርአንን ቀራችሁ በቁርአን አትሰሩበትም سبحان الله ثالثا وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه شيطان ጠላታችሁ እንደሆነ ትናገራላችሁ ትናዘዛላችሁ ግን በስራ አብራችሁ ትናችኋል بئسل الظالمين بدلا كشيطان ጋር ሸረካችኋል رابعا አራተኛ انكم زعمتم انكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته الرسول እንወዳለን የነብዩ መሐባ አለን ትላላችሁ ሱናውን ትታችኋል ሰርጋችሁ በዘፈን ነው እለቅሷችሁ ዋይታ ነው እምነት እንደሌለው ሰው ምንም የነብዩ ሱና እናንተ ጋር የለም አለባበሳችሁ አመጋገባችሁ የጎረቤት ሀቅ የቤት ዘመድ የነብዩ ሱና እንዳለ ተረስቷል እንዴት ብሎ አላህ ይቀበላችሁ አምስተኛ انكم زعمتم ان الموت حق ولم تستعدوا له ሞት እውነት ነው ብላችኋል ግን አልተዘጋጃችሁም ድንገት ይመጣል ስድስተኛ አመንቱም ان الجنه حق ولم تستعدوا لها ጀነት እንዳለ እርግጠኛ ሆናችኋል ግን አልተዘጋጃችሁላትም سبحان الله سبعتኛ وايقنتم ان النار حق ولم تهربوا منها جهنم سات እውነት መሆኑን አውቃችኋል ከሷ ግን ስትሸሹ አይታይም ወደሷ ነው ያቀናችሁ ያላችሁ ስምንተኛ انكم قمتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ከንቀልፋችሁ ተነስታችሁ የራሳችሁ ነውር ረስታችሁ በሰው ነውር ቢዚ ሆናችሁ የሰው ነውር ነው የምትከታተሉ ግን እንዲሰራ ነው ራሳችሁን አትፈትሹ ዘጠነኛ واظلتكم نعم الله فلم تشكروا يا الله ጸጋ ከባችሁ ያለ አላህን አታመሰግኑትም አስረኛ ودفنتم موتاكم فلم تتعظوا به ሙታንን ተሸክማችሁ ጉድጓድ ከታችሁ አፈር ጨመራችሁበት ግን በዛል ተመከራችሁም አላህ እንዴት ብሎ ዱዓችሁን ይቀበላችሁ ሁሌም ዱንያ የምታስቡት ሱብሃንአላህ ኢዘን ዱዓችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲቀበለን የስካሁኖችን መስፈርት ማሟላት ይኖርብናል ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይመልሳቸው ዱዓዎች እናያለን አንደኛው ወላጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ሁለተኛ የተበደለ ሰው የሚያደርገው ዱዓ አላህ አይመልሰውም
يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يالو 3 دعوات مستجابة لا شك فيهن 3 دعوات እኮ አላህ ይቀበላቸዋል ያለ ምንም ጥርጥር دعوة الوالد على ولده ወላጅ ለልጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ودعوة المسافر መንገድ ይወጣ ሰው ሰፈር ዱዓው አይመለስም ودعوة المظلوم የተበደለ ሰው ዱዓ ከእስልምና ውጭ ያለ ሰው እንኳን ቢሆን በድለው ዱዓ ካደረገ ቢደርሳል ካፊር እንኳን ቢሆን ይሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ምን ይላሉ ዳዕወቱል መዝሉም ሙስተጃባ የተበደለ ሰው ዱዓ አላህ ይቀበለዋል ወኢን ካነ ፋጅራን መጥፎ ሸረኛ ሰው እንኳን ቢሆን ሰው አራጅ ሰው ገዳይ እንኳን ቢሆን አላህ ይቀበለዋል ፈፉጅሩሁ ዐላ ነፍሲ በደሉ በራሱ ላይ ተበድሎ ከሆነ አላህ ፍትሃዊ ነው ዱንያ ላይ ፍትህን ይሰጣል የተበደለው ሰው ዱዓ አይመለስም የቀድሞውን ሴትዮ ታሪክ አይተናል ያ ባለ ስልጣን እንዴት ብሎ እንደተንቆጣቆተ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره ياتي بالندم نامت عينك والمظلوم منتبه يتو عليك وعين الله لن تنمي انت سوم بدله የሰላም እንቅልፍ ተኛለህ የተበደለ ሰው ለሊትኩም አላህን ያናግራል አላህ ደግሞ መልስ ስለዚህ ዱዓ ይሰጣል ስለዚህ የተበደለ ሰው ዱዓ አይመለስም አደራ ወንድሜ ሌላው አላህ ከሚቀበላቸው ዱዓዎች ውስጥ ዱዓኡል ሙስሊም ለአኺሂ بظهر الغيب ለወንድምህ በሩቅ የምታደርገው ዱዓ እኔ እዚህ ሆኜ ጎንደር ላለ ሰው ማደርገው ዱዓ አሜሪካ ላለ ሰው ማደርገው ዱዓ አይመለስም روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء بسلالفت حديث رضي الله عنه نبي من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي من قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة አንድ ወንድም ለአንድ ወንድሙ በሩቅ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም عند رأسه ملك موكل ራሱ ላይ አላህ ያስቀመጠው መላእክት አለ كلما دعا لأخيه ለወንድሙ በጥሩ ነገር بخير በጥሩ ነገር ዱዓ ሲያደርግ قال الملك الموكل له ይሄ መላእክት ምን ይላል آمين ولك بمثل آمين ለአንተም አላህ ያደርግልህ ይለዋል በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው ሱብሃንአላህ አንተ ለወንድምህ ዱዓ አስታርግ ላንተም አለ መላእክቱ ላንተ ዱዓ ያደርጋል ለወንድምህ የሚያጥር ይደርሰዋል ኢዘን በዱዓ ላይ ለሌሎች ወንድሞቻችን በሩቅ በማድረግ ላይ መበራታት አለብን ኢያኩም አን ተድዑ ዐላ ወለዲኩም እኔ እናት አባቶችን አደራምለው ልጆቻችሁ ሊያስከፋችሁ ይችላል በእነሱ ላይ ዱዓ ከማድረግ ተጠንቀቁ ዱዓችሁ ይቆርጣቸዋል ልጆችም እናት አባት ተቆጥተው ዱዓ እንዳያደርጉባችሁ ተጠንቀቁ ዱዓ እንዲያደርጉላችሁ خدماتشو تنكبكباتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث لي من قالوا لا تدعوا على انفسكم بنفسوቻችሁ ላይ ዱዓ አታድርጉ ولا تدعوا على اولادكم በልጆቻችሁም ላይ ዱዓ አታድርጉ አትርገሟቸው ولا تدعوا على اموالكم በንብረቶቻችሁም ላይ አታድርጉ لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم الله እኮ ክፍት በር ያደረገው ያጋጥማችሁና استجابه አድርጉት ጉድ ትሆናላችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይቀበላል ያን ዱዓ እጅህም በእጅ ይሆንብሃል በዘመናችን አንድ ታሪክ ምን ገጠመ መሰላችሁ ان رجلا كان له ولد صالح طيب አንድ አባት ጥሩ ልጅ አለው አላህን የሚወድ በትምህርቱ ጎበዝ መስጊድ የሚመላለስ ልጅ ነው አንዴ ከትምህርት ጥናት ላይ ስለቆየ በፈተና ሳምንት ስለቆየ ረፍት ፈለገና የአባቱን መኪና ይዞ ሊዝናና ፈለገ አባቱን ቁልፍ ስጠኝ ቢለው እምቢ አለ ይሄ ልጅ ምን ያድርግ ገና ልጅ ነው እናቱን ለአባቱ ቁልፍ እንድትቀበልለት ላካት እናቲቱ ወዳ ስጠይቀው አባት ተቆጣ እንዴት እሷን ይልክብኛል ብሎ فقال الوالد لوالدته ለሚስቲቱ ምን አላት خذي هذا المفتاح واعطيه الولد ለልጁህን ቁልፍ ሰጅና ስጪው اسال الله الا يرد አላህን ጠይቀዋለሁ ይሄ ልጅ እንዳይመልስብኝ አባት ጊዜው የተነዶ ነው እንጂ ይሄን ጥሩ ልጅ ይወደዋል እኮ ግን እቺ ዱዓ አለፈች يقول فاعطيت الولد المفتاح للجوهم قلف ستوت فانتظرناه ساعة وساعة فلم يحضر ይሄ ልጅ ሰዓታት ተጠበቅነው ልጅ አልተመለሰም ትላለች وانتظرناه فلم يحضر حتى جن الليل ምሽት እስኪገባ ድረስ ጠበቅነው አልመጣም وانتظرناه طوال الليل ሙሉ ሌት ጠበቅነው አልመጣም واذن الفجر ولم يحضر ذلك الولد ልጅ ግን አልተመለሰም ከዛም ጧት ላይ ፖሊሶችን ወደ ልጃች ይዘን ማፈላለግ ጀመርነ ለካስ ከባድ አደጋ ይሄ ልጅ ገጥሞት ነበር
የአባቱ ዱዓ ቀስፎት ነበር ومات في ذلك الحدث በዛ ደጋ ሄልጅ ሞቷል وهو في ثلاجة من ثلاجات الموتى في أحد المستشفى ከሙታን የሚቀመጡበት ፍሪጅ ውስጥ ገብቶ አገኙት سبحان الله ووافقت بابا مفتوحا ይቺ ዱዓ የአባት እርግማን የአላህን የተከፈተ በር አገኘች አላህም ተቀበላት ይቺን ዱዓ አደራ እናቶች አባቶች ልጆቻችሁን አትርገሙ ዱዓችሁ አይመለስም ልጆችም የነሱ እርግማን እንዳያርፍባቸው ተጠንቀቁ በልተንከባከባቸው እግራቸውን እጠብ የነሱ ዱዓ ነው በዱንያም በአኺራም አንተን ውጤታማ የሚያደርገን አሁንም እናየው ነማዚጁ من استجاب الله دعاءهم الله سبحانه وتعالى ከታሪክ አምድ ዱዓቸውን የተቀበላቸውን ግለሰቦችን እንመለከታለን أول أفضل المرسلين سيد المرسلين የነቢያቶች ሁሉ መቋጫ አይነት አይሆኑት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸውን ዱዓ ለአቡ ሁረይራ ያረጉትን እንመልከት انا ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره من الان كنت ادعو الى الاسلام وهي مشركه እናቴ ሙሽሪክ ያለች ጣዖት ያመለከች ሁበልንና ዑዛን ወደ እስልምና ጠራታለሁ ግን ልትሰማኝ ፈቃደኛ አይደለችም فدعوتها يوما አንድ ቀን እጄ ዳዕዋ ሳደርግላት فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم اكره بنبي لي مطلاውን ነገር አሰማችኝ ሰደበቻቸው فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ابكي ወደ ነብዩ ያለቅስኩ መጣውና فقلت له بيالኳቸው يا رسول الله انت الله መልእክተኛ امي كلما ذهبت اليها تسمعني فيك كلاما سيئا انت الله መልእክተኛ እናቴን ሁሌ ሄጄ ወደ ዲን እስልምና ስጠራት ባንተ በኩል መጥፎ ነገር ታሰማኛለች تقول فيك كفرا كهدت يونا قال تناغرالج ادعو الله يا رسول الله يهدي امي الله እናቴ እንዲመራት ዱዓ አድርጉልኝ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فرفع يديه يتبارك እጃቸውን ወደ አላህ አነሱ اللهم اهدي امي يا ابي هريره يا ابو هريره እናትን مرات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يملس على دعاءቸው فانصرفت مستبشرا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي دعاء الله عندما يملس سلامك تدسچ ወደ ቤት የተመለስኩ የእናቴን ሁኔታ ለመረከት فعدت الى البيت ወደ ቤት ተመለስኩ فطرقت الباب برون አንኳኳው فقالت እናቴ ምን አለች يا ابا هريره انت ابو هريره مكانك እዛውቆ ማለች وكانت تغتسل يتعطبچ واسدف فيسمعኛል فلما فرغت فتحت الباب فنظرت الي وقالت كذام እንደጨረሰች በሩን ከፈተችና ብላለች انت ابو هريره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شهاده አደረገችና እናቴ እስልምናን ተቀበለች يقول فبكيت من الفرح كدست የተነሳ በጣም ማልቀስ ጀመርኩ فعدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي ያለቀስኩ ወደ ነብዩ መጣውና አቁል ብያልኳቸው يا رسول الله قد استجاب الله دعاءك يا الله መልእክተኛ አላህ ዱዓን ተቀበለ واسلمت امي እናቴ እስልምናን ተቀበለች አልኳቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ الحمد الله مسكنا يدرس شوف ትክክለኛ ወሊ የወሊዮች አባት ምን እንደሚሉ الله مسكنا يدرسው እሱ ነው የሚቀበለው فقلت يا رسول الله እቺን በር ተጠቀምኩና አቡ ሁረይራ ሌላ ጥያቄ ቀረቡ አላ ተድዑ لي دعوه አንድ ዱዓ ሳጨምረኝ ማታደርግልኝ ማልኳቸው ادعو الله يا رسول الله ان يحببني انا وامي للمسلمين ويحبب المسلمين الينا يا الله መልእክተኛ ሙስሊሙ ሁላ እኔና እናቴን እንዲወደን ዱዓ አድርግልኝ እኛ ደግሞ ሙስሊሞችን ሁላ እንድንወድ محبة ነው የሚፈልገው ሱብሃንአላህ ዱዓ አድርግልኝ ያልኳቸው ነብዩ አሁንም ዱዓ አደረጉ اللهم حبب عبدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم الله ሆይ አቡ ሁረይራን ሙእሚኖች ሁላ እናቱን ምስንም የሚወዱት አድርግ እነሱም ዘንድ ሙእሚኖች የተወደዱ አድርጋቸዋል قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره من هلال فما سمع بمسلم الا احبني عند مسلم سلاني سمين አይሰማም የወደደኝ ቢሆን እንጂ ይላሉ رواه مسلم نعم እኛም ዛሬ ስለ አቡ ሁረይራ ታሪክ እናወራለን እኔም ውዴታዬን መሰክራለሁ እናንተም እንደዛው እኛም አቡ ሁረይራ እንወደዋለን የነብዩ ዱዓ ተመልከት ዳዕወቱን ሙስተጃባ عند በጣም የሚገርም ታሪክ ذكر الذهبي في سير ኢማሙ ዘሀቢ ሲየር አዕላም ኑበላ የሚባል ትልቅ ኪታባቸው ላይ ይህን ታሪክ ጠቀሱ ከሙሐመድ ብን ሙንከድር የተዘገበ ዘገባ ነው قال
في ليلة من الليالي استسقى أهل المدينة فلم يسقوا عند ليلة لي ሙስሊሞቹ የዝናብ ድርቅ ስለመጣባቸው ወጡና ልብሳቸውን ገልብጠው ዱዓ አደረጉ እስቲስቃ አላህ ዝናብ እንዲያወርድላቸው فلم يسقوا አላህ ግን ዝናብ አላወረደም እሱ አቀለም እንዳላወረደ يقول ኢማሙ محمد بن المنكدر تلك عالم ናቸው ምን ይላሉ يقول ذهبت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعبد في مكان لي ከነብዩ መስጂድ ውስጥ አላህ ለብቻ መገዛበት አንዲት ኮርነር አለች ተደብቄ ዛት ውስጥ አላህ ልገዛ ምሽቱን ነድኩ سسجد العدر فقال كزام بينما أنا جالس في منتصف الليل إذ دخل علي رجل لم أعرفه كزام يلليت قماش ليس من ساعة ذات إذا كبابي عند سود مسجد كبا على قوم بمهد رجل أسود تقورنا ملكه عليه رداء وإزار شرطنا كزفوت عدر ربال جلس يلتفت يمنة ويسرا ወደ ቀኝም ወደ ግራም ዞር ብሎ ተመለከተ ሰው እንዳለና እንደሌለ ለኢኽላስ አላህን ብቻ ለመጣት حتى اطمأن أنه لا أحدا في المسجد فرفع كفه إلى السماء مسجد اسمان من دلل سياق اجوتشون ወደ ሰማይ አነሳና ዱዓ አደረገ فقال يا رب يا الله انت ጌታዬ ان اهل الحرم استسقوك فلم تسقهم የመዲና ህዝቦች ወጥተው ዱዓ አድርገው ستنبلو انبيالكاتشو اندي اللهم إني أقسم عليك أن تنزل عليهم المطر الله ميبها اللو زناب ورد اللاتشو يقول إمام محمد طلق علم من إلالو قلت هذا مجنون ابتنوان كيف يجرئ ويقسم على الله جل وعلا بتهلق الله عليه ميالو إلال انديت اندي بلو يناقر انديت نميدافروان ابتنوان يسودن دعاون قتلا قال أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر يا الله يبهلو أورد الله جوزنا يا الله قال إمام محمد من الالو والله ما تحرك من مكاني كان لبت بوتا التنكساكسم اجنا على الردم إلا وقد نزل المطر علينا الله سبحانه وتعالى بدوف مدينة يطلق لك أفقيون الله أكبر رب أشهر أكبر لو أقسم على الله لا أبره سنت الناس نسوي شالو إجاتشون ود الله كان سو الله سبحانه وتعالى دعاتشون ما يملسوا اندينت كستت بمدينة لي تكستوال سزي إجاتشن الناس الله سبحانه وتعالى يقبلنا صاحب الكتاب لا حسن عندي ጓደኛቸውን ታሪክ ተጠቀሱ በዚህ ነው ተከሰ ይሄን በሶስተኛ ሞዴል ነው ያለን ይሰው انا عابدا قانتا منيبا ذاكرا لله الله مرتار الله نستوس بتوحيد ተንጸነበረ قال فانقطعت المياه እንግዲህ ገጠር ውስጥ ነው የሚኖረው ወደ ውስጥ ወደ ዳርቻ ውሃ ተቋረጠብን አለ وذهب ماء لأهلي لبيت سبوش ميتطوط وها مفلات فوجدت أن الغدران قد جف يوها قنداتشن درق وعقنيوت فعدت إليهم وذا سبوش يتملس ثم التمسنا الماء يم مسرى ودرقين ودرا وها مفلق جمرنا براها وستني علو كانت سبوشونو فلم نجد ولو ترى عندي تبلا قنينم أدركنا الظما ما تورن واحتاج أطفالي للماء لجوتشي وهم مالكس جمروا فتذكرت رب العزة قد يعقروا درقوال وهي اللم تلاقون الله قن أسترقوا الكرب المجيب كربنا الشباينون قتا فقمت فتيممت وهي اللم هذا تيمو ما دركوا بأفر وضوع دركوا واستقبلت القبلة قبلة تقطعت وصليت ركعتين ثم رفعت وبكيت إنسونا ودع الله دعاء درك على الكسب وصالت دموعي وجه بمنش لي فسسوا وسألت الله بإلحاح غنري بتأمدق ميل ملكوت وتذكرت قوله هيني الله انك على استوز أمن يجيب المضطر إذا دعاه يتجنك أنسو ما نوشب الأمي كبلو ووالله ما هو إلا أن قمت من مقامي وليس في السماء سحاب وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء واحتكمت على المكان ثم أنزلت الماء
ሱብሃንአላህ ሰማይ ፍንትው ያለ ባዶ ነበር ከዛም አንድ ዳመና መጣችና የኔን ቤት ብቻ አጠለለችው ከዛም ዶፍ ዝናብ ማዝነብ ጀመረች فامتلأت الغدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا ከቀይ ከግራኝ የውሃ ገንዳዎቻችን ሞሉ فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى اللهنا مسجنا وضع درجن تتبت كذا من إلى ثم ارتحلت قليلا خلف هذا المكان كان يبيتوج لكي ودليله سفر تنكساكوس فإذا الجدب والقحط درقنا أقريت بدرق عند تمتانو فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي إيشين دامنا كليلا قرقوت تامتات بدعائي بهم تردوا الله أنا مسجنك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله دل من دي سويش تسفاك قرطبها لا زنابن የሚለግሳቸው እሱን አወደስኩት ይላል ወአኺራን እንደ መጨረሻ ግን ማስተዋወሳችሁ አላህን ትንሹንም ትልቁንም ነገር እንጠይቀው ትንሿም ጉዳዩን ትልቁን ነገር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቃ ሲጠፋቸው ትንሽ እቃ እንኳን ምን ይላሉ اللهم يا جامع الناس ليوم القيامه اجمعني على ضالتي الله ሰዎችን يوم القيامه ተሰበስብ ሰው ጌታ ሆይ እኔና የጠፋኝን እቃ አገናኘኝ ይላል ስክሪፕቱ እንኳን ቢጠፋም ይሄን ዱዓ ማለት አለበት ሁለተኛው لا تنسى አትርሳ ለህለው كم وكم استجاب الله لك ولكن الشيطان ينسيك الله ስንት ዱዓ እሺ ብለዋል ሸይጣን አውቆ ያስረሳህ እኮ ትዳር ትፈልግ ነበር ሰጠ ልጅ አልክ ሰጠ ስራ አልክ ሰጠ ብዙ ሐጃው ህይወትን ዙረ ተመልከተው አላህ አስተናግዶልሃል ነገር ግን ሸይጣን አውቆ ይሄን ጸጋ ያስረሳህና ሌላ እንድትጓጓ ያደርጋል ምን ነው ይሄን ጸጋ ካወቅ በአላህ ፍቅር ልብህ እንደሚቀልጥ ያካል ያስረሳህ አላህ ምንም እንዳራ አደረገልህ ሁሌ ታወራለህ አላህ ይመርጥልሃል الدنيا لم يستبوزنه آخرام لم يسكمت الله اندزاو ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت بس على فوت حديث لي نبيات من قالوا ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها 31 عند مسلمك وانجل لله زمدنا مقرط لله دعاء كدرجة الله كسوستان دي فتو على تراتروا يلالو عندنا إما أن تعجل له دعوته كاسفلقوا الله لا أنت خير مون كوكا الدنيا ليست حال برم فلقك ونطرم نقل وإما أن يدخر له في الآخرة على آخرة لي يسكمت اللهال كازناه يدلب اللهال يوم القيامة استد ترارى مع الحسنات الستهل وإما أن يصرف عنكم من السوء مثلها على بزاو قدر لك الله يوسن به مطفو نقر يمل يقفتر اللهال الله يوسن به لجمع متبر مدفع تارق عن الدنيا لكم يفسمن ينهدون ديا كشفا درقال الله سبحانه وتعالى سلازيه الله سبحانه وتعالى يقبلها الدعاء درد إن حديث ينقروا قالوا إذا نكثر الدعاء لصحبوتشو يا الله ملك تنيا انقدا دعاء النبذا قالوا قال الله أكثر يا الله مشورو تاسفينو بيسطاتشو عليكم أبزو علاتشو نبي صلى الله عليه وسلم دعاء ما بزات اللبن بدعاء النبراتا إتشن النبل ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من قالوا أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء بدعاء لمبرت حتى تفلق الله شون قالوا نبي قالوا نعم أوني الله ملك تنيا قال قولوا بلوا عن قدا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أنت بما وسات بما مسجن بطر بما جزات لي اردان بلو تعالوا نبي صلى الله عليه وسلم دعاء لي مبراتات اللبن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث لمن قالوا أعجز الناس سنف مالت من عجز عن الدعاء كدعاء سنفنه وأبخل الناس سستا مالت من بخيل بالسلام سونا السلام عليكم كمالت الميس السان زملوا صوتنا من الفنو بدعاء النبراتا الله سبحانه وتعالى أن بتناقركوت إن أنتم بعد دامت أتشوفت من التكم يدرجن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بجنة ليس بسبن اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين ألف قلوبنا ووحد صفوفنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى دعوني
مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا